معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله وهنعمل مع بعض النهاردة أحلى فيديو. طبعا احنا عارفين ان احنا داخلين على شم النسيم، وشم النسيم يعني فسيخ، واصل الفسيخ هو مدينة نبرو، المدينة الوحيدة اللي بتشتهر بالفسيخ ومحلات الفسيخ. وطبعا الحاج عاطف الملاح ده يعني اساس الشغلانة، واخدها وراثة ابا عن جدا. شغلة الفسيخ، طبعا الفسيخ النبراوي ده لا يعلى عليه، بيمتاز بالجودة وكمان الطعم الحلو. وفي نفس الوقت كمان هما ليهم تكنيك كده معين في تخليل السمك البوري، وان هو تاكلي احلى فسيخ. تعالوا بينا كده، احنا دخلنا المحل هنا ما كناش عارفين نقف، فاضطريت ان انا اخرج تاني. ما شاء الله اللهم بارك، كل ما حد من الزباين يخرج يجي غيره ويجي غيره. ده دليل على ان المحل ما شاء الله ليه اسمه وليه مكانته. وكمان هو زي ما قلت لكم ان هو الحاج عاطف واخدها وراثة من ابا عن جد. والفسيخ عندهم ممتاز، تاكلي فسيخ ما شاء الله مضمون. التخليل الفسيخ زي ما انتم شايفين في البراميل الخشب ده، وده من اجود انواع الفسيخ اللي يتخلل في البراميل الخشب ده اللي بيخلي الفسيخ بتاعك يكون مظبوط، ما فيهوش اي ضرر خالص من التخليل. تعالوا بقى بينا كده، انا من الناس اللي بحب اشتري الحاجة بايديا وعينيا، ما بحبش اخلي حد يجيب لي حاجة، اللي لازم اشوفها بعينيا زي ما انتم شايفين كده. وانا حبيت ان انا امسك السمكية، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، السمكية ملحمة ولونها بينك زي ما انتم شايفين اهيت. ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك بجد، يعني حوالي 3 براميل اتباعوا وانا واقفة. ما شاء الله اللهم بارك بجد، ما شاء الله من اجود انواع الفسيخ واجود انواع السمك. لازم تجربوه ولازم تشتروا من عند الحاج عاطف الملاح من مدينة نبارو، اول طريق نبارو. بتنزلوا على طول عند مسجد المنزلاوي، هو جنبه على طول. الحاج عاطف الملاح يعني مشهور جدا جدا ومعروف في اول طريق نبارو من عند الكوبري الصغير. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الفسيخ بجد شكله بيتكلم على نفسه او بيتكلم عن نفسه، بجد الفسيخ رهيب يا جماعة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، شكله يفتح النفس وريحته رهيبة. ده من الريحة اللي انت كده تفتح النفس، مش اللي هو بتبقي مش مئزة منه. وبعدين كمان الفسيخ هنا تحفة، مش قديم، يعني مش عندهم بقاله فترة، لا هما ما شاء الله شغالين، وما شاء الله عندهم زباين مستديمة عندهم، يعني كمان مش بس في موسم شم النسيم، لا هما ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيدهم، عندهم ناس بقالها سنين بتاخد من عندهم الفسيخ. شايفين كمان الميزان عندهم ده برضو حاجة انا لاحظتها، ان الميزان عندهم ما شاء الله بيطب جامد. يعني مثلا لو الواحد بيشتري كيلو، ممكن يشتري الميزان يتحط عليه مثلا 150 جرام او 200 جرام زيادة، فده برضو ان هو بيدل على ان عندهم امانة في الميزان. المحل اهوت يا جماعة اسمه فسيخ المدينة المنورة بتاع الحاج عاطف الملاح. وشايفين ما شاء الله اللهم بارك، البراميل عندهم موجودة جوه وبره، وكمان عندهم رنجة، وكمان عندهم توصيل. هنسيب الأرقام بتاع المحلات على الشاشة. ما شاء الله اللهم بارك بجد، عندهم أمانة وعندهم جودة، وكمان سعر جميل جدا، أرخص من أي حد. وهتشتري الحاجة وانتي ضمناها وتاكلي حاجة نضيفة، وإن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، ونتقابل كل مرة عند الحاج عاطف كده بالفسيخ المميز والجودة اللي بتتكلم عن نفسها. انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكل السمكة لوحدها يفتح النفس. شايفين ما شاء الله كل الناس بتروح تشتري، اللي بتاخد هدايا وبتاخد كميات، واللي بتاخد لاصحابها تاخد للعيلة بتاعتها. فهنا ما شاء الله مش اللي بيروح مش بياخد كيلو او 2 او 3، لا ده هما ما شاء الله ما شاء الله بياخدوا كميات. وكان في ناس كمان جايين من برا نبرو، طبعا بيجي من محافظات كمان، وبيجي كمان من المنصورة. شايفين ما شاء الله الرنجة بتاعتهم تجنن يا جماعة. مفيش وقت عشان تشتري وتخللي،
أو خايفة كمان إن أنتِ تشتري وتخلّلي ويبوظ منِّك، فأنتِ الأسهل بالنسبة لِك إن أنتِ تتصلي على الحاج عاطف الملاح وهو يجيب لِك أحلى فسيخ وتاكلي أحلى فسيخ، وكل سنة وأنتم طيبين وشم نسيم بخير، وعادة مصرية اتعودنا عليها من أجدادنا الفراعنة، والفسيخ بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك يجنن.